أحبائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد اليوم معايا مجموعة حالات، 4 حالات جميلة إن شاء الله كلها تعجبكم. وأول حالة من حالات الأسبوع كانت حالة الميكل جروبر. حالة ميكل جروبر كان فيها انهيدرامنوس ولاينج داون ادرينال ساين. انهيدرامنوس ولاينج داون ادرينال ساين اللي هي عليها النهارده المقالة بتاعة الأسبوع. طبعا اللاينج داون ادرينال ساين اللي هي عليها المقالة الأوريو ساين أو البانكيك ساين، يعني طبقة من بره اللي هي السوداء ومن جوه البيضة اللي هي الأوريو ساين أو البانكيك ساين، لقيتها جميلة جدا إنها تشرح لكم شكل الرينال أجينيسيس اللي هو شكل الأدرينال جلاند اللي بتبقى موجودة. ففي ناس علقت قالت أنا شايفين أدرينال جلاند، لا هي اكشولي هي دي إيه، شايفين سوري كدني، لكن هي اكشولي أدرينال جلاند، واللير من بره سوداء ومن جوه بيضة اللي هي شبه الأوريو أو البانكيك. بس كمان لو انت كملت الفيديو لحد الاخر هتلاقي ان في ايكوجينيك ماس موجودة في اللنج اللي هي عبارة عن سيكام موجود في اللنج كمان او بالمونري سيكوستريشن الله اعلم. فويتنج طبعا ان احنا نشوف بوست نيتال البيبي موسلي. الحالة زي دي طبعا عمرنا ما هنعرف هي فعلا سيكام ولا برونكو بالمونري سيكوستريشن، لان موسلي هيحصل ابورشن يعني. فاللي صور طبعا هنا يرجعوا لاجابات الدكتوره نور، واخده سكرين شوتس حتى من شكل اللاينج داون ادرينال ساين ومن شكل البرونكو بالمونري سيكوستريشن او السكام. واتمنى تكون الحاله عجبتكم. تعالوا نروح لتاني حاله من حالات الاسبوع. طبعا تاني حاله من حالات الاسبوع عملت يعني ضجه كبيره جدا، وطلعت فعلا فيتال انفكشن. هي فيها طبعا دبل اورتيك ارش، واضح شكل السلنج اليو شيب حوالين التراكية. وغير ان هي فيها دبل اورتيك ارش، هي فيها كمان بلور افيوجن واسايتس والليفر ستاري سكاي ابيرنس. حطيت لكم السي ام في التحليل، طلعت طبعا فيتال انفكشن، كلاسيكال فيتال انفكشن، سايتوميجالو فيروس معدي 200 ومع بولي هيدرامنوس. فالله يكون في عون الحالة. يبقى this is a classical case of fetal infection proven باللاب مع وجود دبل اورتيك ارش عند الليفل بتاع السريبسل. نكمل احبائي الكرام اللايف الجميل. محضر لكم الاسبوع الجاي شوية حالات جميلة تعجبكم ان شاء الله. يعني رابع حالة من حالات الأسبوع أو تالت حالة سوري عجبت الناس برضو جدا صراحة. يعني عايزكم ترجعوا للسكرينات المحطوطة. أحلى إجابة جت على لينكد إن صراحة من دكتور هندي مخضرم، قال لنا يا إما دي برونكيال اتريزيا يا إما برونكو بالمونري سيكوستريشن يا إما سيكام. أنا هسيبكم ترجعوا للسكرينات وتقروا الإجابة. يا ترى يا برونكو بالمونري سيكوستريشن ولا سيكام ولا برونكيال اتريزيا، اي انهي واحده في الثلاثه دول؟ الثلاثه ديفرنشالز بتوع يا اما سيكام يا اما يونيلاترال برونكيال اتريزيا يا اما برونكو بالمونري سيكوستريشن، واحده من الثلاثه وملهاش رابع. ويا ريت ترجعوا للسكرينه مفصل الراجل الاجابه تفصيل رائع موجوده في بوست الخميس الاسبوعي، هسيبكم تشوفوها. إجابة مفصلة من على لينكد إن اللي هو يعني أي جرو أب إن نشوف الموضوع صراحة اليومين دول. اللينكد إن رقم 1، اللينكد إن رقم 1 في التفاعل مع الدكاترة الصراحة، في منتهى الروعة. طبعا آخر حالة من حالات الأسبوع رايت أورتيك أرش زي ما الكتاب بيقول.
رايت اورتيك ارش زي ما الكتاب بيقول. يمكن انت لو استنيت بس لاخر الفيديو شوية هتلاقي شكل الرايت اورتيك ارش اهو. بس خلاص، هي سبوت دايجنوزس. سبوت دايجنوزس رايت اورتيك ارش، يمكن بتظهر اوي في اخر الفيديو اهو. خلاص كده، وادي شكل الايه يعني الشكل بتاع الرايت اورتيك ارش اهو، ظاهر في اول الفيديو وفي اخر الفيديو، في اول الفيديو وفي اخر الفيديو اهو. هقف هنا اهو في اخر الفيديو خالص، قدم لحد الاخر وانت هتشوف الشكل. هحاول ارفع دي سنة اهو. بس هي دي اللقطة رايت اورتيك ارش. شكرا جزيلا لكل المتابعين. يبقى شفنا دبل وشفنا رايت. شكرا.